هذا اليمن مفاجأة القرن ال21. امريكا مقابل اليمن. هلا اللي مش عاجبه عمره ما يعجبه، شو بعمل له؟ امريكا صار لها 14 شهر قاعده بالبحر الاحمر. روحوا شوفوا قديش صارت متكلفه. هي حامله طائرات ظهرتها ورجعتها 5 مليون دولار كل ظهرها، وكل يوم مدري قد ايه، ونازلين فيهم اليمنيين. طيب شو طلع معهم؟ مش مهم يعني اليمن مش قضيته يربح على امريكا، امريكا اللي قضيتها تربح على اليمن. معيار الربح بسيط، تمرير سفينه واحده. يا خيي اليمن بيعلن 10 ممنوع يمرقوا. مش عم نقول انه امريكا بتكون ربحت اذا مرقت 9 من ال10 واليمن منع ال10. لك في شيء مش طبيعي. بس في مثقفين ونخب وسياسيين بالامه عن جد. يعني شو بدي اقول كلام بلا ما نهين حدا ونسيء لحدا. بس انتم متخيلين شو معنى انه اليمن بيطلع لائحه ب10، بيقول مرات ب20 ومرات ب30 سفينه. مش انه معيار اذا اليمن جبار. انا رايي جبار اذا بيمنع الربع، يعني 30 يمنع 8 وامريكا تمشي 22. حال انه اليمن هالقد نسبه قوته لامريكا. وكلنا 14 شهر اليمن بيعمل لائحه 10، ال10 بينمنعوا. بيعمل لائحه ب20، ال20 بينمنعوا. هو 100%. وامريكا صفر صفر. كل هالقوه الامريكيه صفر. وفي عندك مجموعه من المهابيل والمعاقين والحمقى والأبيضة المرتزقة والمشوهة عقولهم ما قادرين يشوفوا هالشيء. معيار. وهل نجح اليمن بفك الحصار عن غزة؟ لحبيبي اليمن عامل حصار على إسرائيل. هل نجحت أمريكا بفك الحصار عن إسرائيل في البحر الأحمر؟ ما حدا بده يسأل السؤال. انه ايه صحيح مزبوط اليمن مسكر، بس يا اخي بيعطون الامريكان. يا اخي ما عم نسال بيعطون ولا ما بيعطون الامريكان. ما عم نسال. هن ما بيسالوا بيقولوا انه حزب الله راح عليه كذا ما بيعطوه الايرانيين. بيقولوا فركنا له انفه لحزب الله بالموضوع الفلاني، مش هيك؟ هن ما بيسالوا انه بنقتل لهم قائد ما بيرجع بيولد قاده بدالهم. نحن اللي شغلتنا نلاقي اعذار للاسرائيلي لما نقول انهزم، نلاقي اعذار للامريكي لما نقول انكسر. لانه في نذاله في العقول. نذاله هي ما لها تفسير ثاني. لانه اذا ما في نذاله حدا يفسر لي شو معنى انه نحن 14 شهر ضرب 30 يعني 420 مش هيك يوم. عم بحكي على الحصار مش على الحرب تاعت غزه. يعني قرار اليمن بالدخول في البحر الأحمر عمره 420 يوم. كل يوم في 10 سفن، يعني 4000 سفينة مانع اليمن من العبور. قديش استهدف منها؟ يمكن 400 يمكن 300 اللي رفضوا. طيب هول 4000 سفينة ما قدرت أمريكا تمرق منهم 100 من ال 4000؟ ما في كاتب عربي هيك لقى انه واجباته يكتب مقال عن هذه الظاهرة؟ إذا أمريكا مرقت 100 بتعرفوا شو كانوا كتبوا؟ انه عشو اليمن عم يتفلسف، عشو البهوره، نحن قد امريكا هيها كسرت الحصار اليمني. لك مرقت 100 من 4000. بيقول لك ايه يعني كسرت الحصار. طيب يا شو بدي اقول لك؟ لك ما مرقت ال100. عم تتخيل شو معنى انه اليمن 4000 سفينه منع 4000 من 4000؟ بنط على محل ثاني بيقول لك ايه ما عندهم حيفا. لك يا عمي ما عملنا ايش عندهم؟ والله ما عندهم. عملنا ايش؟ هذا البحر الاحمر اللي له 50 سنه الامريكان بيقولوا هذا الامن القومي الامريكي، امن الملاحه العالميه، امن الطاقه في العالم. هذا هو اهم ممر مائي في الكره الارضيه، تلتقي عنده 3 قارات. هذا الحكي الامريكي مش حكي افريقيا واسيا واوروبا. هذا ممر 50% من الطاقه في العالم، هذا ممر 30% من التجاره في العالم. وبيقول لك وفشلنا امام اليمن. وفي عربي ما بده ينتبه لهالشيء. انا برايي لانه في حذاء براسه ما في مخ. هذا لو في مخ بينتبه. لهالسبب بنقول بدنا نفكر بعقولنا مش باحاديتنا، لانه بدك تتفاهم مع الواحد بدك لغه مشتركه معه.